السلام عليكم. عاش مشجعو كرة القدم إحدى أفضل الليالي في دوري أبطال أوروبا بملعب سانتياغو برنابيو بين ريال مدريد وضيفه مانشستر سيتي، وحسم التعادل بنتيجة 3-3 في مباراة الذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، قبل أن يلتقي الفريقان إيابا يوم الأربعاء المقبل بملعب الاتحاد. وفشل الريال مؤقتا في الانتقام من مان سيتي الذي أقصاه من البطولة العام الماضي بالفوز عليه برباعية نظيفة. كارلو أنشيلوتي مدرب الريال اعتمد على طريقة اللعب 4-2-3-1، حيث تبادل جود بيلينغهام وفينيسيوس جونيور لعب دور المهاجم الوهمي. أما بيب غوارديولا مدرب السيتي فقد لعب بطريقة متشابهة في غياب كيفين دي بروين المتوعك الذي بدأ على مقاعد البدلاء، معولا على فيل فودين خلف رأس الحربة إيرلين هالاند في العمق. بداية العاصفة. ارتكب الريال خطأ مزدوجا في بداية اللقاء بطله شواميني ولونين، حيث تسبب الأول في ركلة حرة بمخالفة متهورة خارج منطقة الجزاء، فيما فشل الثاني في التمركز بشكل صحيح لحظة تنفيذ الركلة ليستغل برناردو سيلفا ذلك بوضع الكرة في الشباك. واتضح جليا اعتماد الريال على توني كروس في عملية فتح الملعب بإرسال الكرة الطويلة على الجانبين بأقصى سرعة في محاولة لاستغلال أي مساحة على الأطراف. وفي المقابل حافظ السيتي على أسلوبه المعتاد وحاول القيام بعملية البناء بهدوء بالغ عبر التمريرات القصيرة في وسط الملعب، ودفع السيتي ثمن مبالغته في الدفاع المتقدم بعدما تسبب ذلك في ترك مساحات شاغرة في الخلف استغلها الريال بعد التعادل في شن هجمة خاطفة نتج عنها هدفا ثانيا عن طريق رودريغو بعد انطلاقة من منتصف الملعب جعلته وجها لوجه أمام أورتيغا، وخطف رودريغو الأنظار بالذهاب نحو الراية الركنية والاحتفال على طريقة مثله الأعلى كريستيانو رونالدو، ثم أطلق الصيحة الشهيرة. وسبق أن أكد أن رونالدو هو مثله الأعلى في عالم كرة القدم، وهو نفس الحال بالنسبة لمواطنه وزميله فينيسيوس جونيور. بين العيب والحيلة. وجه الريال دفة اللعب للجهة اليسرى عبر تمركز فينيسيوس جونيور ورودريغو في تلك الجبهة في آن واحد، مع دخول الأول العمق في بعض الفترات. هذا الأمر تسبب في تكدس تلك الجبهة بمدافعي السيتي، ما أغلق المساحات أمام الثنائي البرازيلي وزاد من صعوبة توغله بالكرة، فضلا عن قتل فاعلية الجبهة اليمنى. لكن مع مرور الوقت ظهرت بعض الفوائد مع وضع الثنائي في جبهة واحدة، إذ استطاع خلخلة الدفاع مرارا وتكرارا وشن بعض الهجمات المرتدة، ما شكل خطورة بالغة على مرمى السيتيزنز. رعونة فينيسيوس المتناقض. رغم الشراكة الفعالة بينه وبين رودريغو في الجهة اليسرى، إلا أن فينيسيوس كان يظهر أحيانا وكأنه نقطة ضعف في هجوم الفريق الميرينجي، وتصرف الجناح البرازيلي في بعض اللقطات برعونة، سواء بالتباطؤ في الخروج بالكرة أو فقدانها بسهولة، فضلا عن التمريرات الخاطئة أحيانا. كذلك أهدر فينيسيوس على أصحاب الأرض فرصة تسجيل أكثر من هدف بسوء اللمسة الأخيرة التي لازمته في كافة الفرص التي سنحت له أمام المرمى. هذه الرعونة كانت برعاية كارلو أنشيلوتي الذي لم يتحرك سريعا لإخراج فينيسيوس البعيد عن مستواه، بل أبقى عليه بأرض الملعب حتى قبل النهاية ب4 دقائق رغم تعطل أغلب الهجمات عند قدميه، وأخرج رودريغو رغم نشاطه وفعاليته. رغم ذلك ظهر فينيسيوس بوجه متناقض للمرة الثانية بعدما صنع هدفا آخر بتمريرة حريرية سجل منها فيدي فالفيردي هدف التعادل بطريقة رائعة. كسر الصمود. حتى نهاية الشوط الأول عجز لاعبو السيتي عن اختراق دفاع الميرينجي الذي كان صلبا في أول 45 دقيقة، فضلا عن نجاح روديغير في عزل إيرلين هالاند عن بقية زملائه. واستمر صمود دفاع الريال أمام الضيوف الذين حاولوا اللجوء لحلول أخرى من أجل كسر هذا التكتل، وهو ما وصلوا إليه عبر سلاح التسديدات البعيدة، ما سمح لفيل فودين بمعادلة النتيجة بهدف ثاني. هذا السلاح كان فعالا بشكل مثالي، إذ عاد السيتي لاستغلاله عبر غوارديول بتسديدة قوية بيمنه بعد دقائق معدودة أسفرت عن هدف ثالث لكتيبة غوارديولا. وتعادل الأوروغواياني فيدي فالفيردي لريال مدريد بالهدف الثالث، حيث أرسل له فينيسيوس جونيور كرة عرضية من الطرف الأيسر داخل المنطقة ليصوب على الطائر كرة صاروخية داخل الشباك. وحاول الفريقان خطف الفوز في الدقائق المتبقية لكن دون جدوى، ليتأجل الحسم في مباراة الإياب في ملعب الاتحاد. أخبروني في التعليقات ما هي النتيجة المتوقعة في مباراة الإياب، ومن سيتأهل برأيكم إلى النصف النهائي. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم.